السلام عليكم يا أهل السلام. هعمل النهاردة سلطة ويسكي السلطة، يعني مية السلطة بتاعت الكباب والكفتة والجمبري والسمك، لأن أنا طلبت مني الناس عايزة تعرف يعني إيه ويسكي السلطة. ويسكي السلطة بمقاديره: خيار، طماطماية مبشورة، شبت وبقدونس، جزر، فص توم محطوط عليه معلقة خل، ومعانا اهم حاجة الشطة، قرن فلفل اخضر، وواحد سبايسي، وليمون، ومعانا بصلة خضراء، ومعانا طماطماية مقطعها مربعات، وبصل طرنشات. وطبعا سلطة الويسكي دي الحلال، اسمها سلطة الويسكي الحلال. معانا كمون، فلفل اسمر، شطة، ملح. يلا بينا ونبدأ نشوف طريقة عمل ويسكي السلطة الحلال بتاعت الكباب والسمك والجمبري والفول والطعمية اللي انت بتروحي تشربي بيقدم لك كوباية مية السلطة. يلا بينا يا قشطة نشوف هنعمل سلطة الويسكي الحلال دي ازاي. عمل سلطة الويسكي الحلال او مية السلطة بتاعت الكبابجي او اللحمة المشوية: معانا طماطماية مبشورة في المبشرة، دي اهم حاجة. معانا بصل خيار طرنشات، معانا جزرة مبشورة، معانا بصلة خضراء صغيرة كده. كل الحاجات اللي انت بتحطيها دي في الاخر بتديكي طعم. معانا فلفل اخضر وقرن فلفل حراق سبايسي، اهم حاجة في المكونات. معانا شبت وبقدونس، معانا فص توم مدقوق ناعم مفروم وعليه معلقة خل. وكل اللي علينا ان احنا هنحط الطماطم اللي هي معانا، اللي هي بصلة الحلقة. معانا الشطة والكمون والفلفل والملح. هنعصر ليمونة. بسم الله ما شاء الله، هتاكلي سلطة وهتشربي احلى ويسكي السلطة الحلال. يعني ويسكي السلطة الحلال يا بنات، يعني مية السلطة دي بنسميها في محلات الكبابجي اسمها مية السلطة. تمام. معانا خل، اهم حاجة السلطة دي بتعتمد على الخل والليمون. تمام. والشطة هي بتبقى سبايس شوية. ومعانا بصلة طرنشات كمان، لان دي كلها في الاخر بتديكي طعم. تمام. بنبدأ نقلب يا جميل. بسم الله ما شاء الله، احلى سلطة واحلى مية سلطة دي بنستخدمها للجمبري والسمك، جميع انواع السمك. احلى طبق سلطة تاكليها تعمليها قبل الغدا بساعة وتسيبيها مع نفسها كده. بسم الله ما شاء الله. شايفين نعمة ربنا حلوة ازاي؟ شايفين الجمال والحلاوة دي؟ دي اسمها سلطة الويسكي. لان في اصدقاء ليا بيقولوا لي انت مرة عملت حلقة وقلت دي اسمها سلطة الويسكي، فحبيت اعرفكم يعني ايه سلطة الويسكي الحلال. سلطة الويسكي الحلال هي مية السلطة اللي انت ما بتخش عند واحد بتاع لحمة مشوية بيقدمها لك الاول، ودي بتفتح النفس على الاكل بتاعك. تمام كده. بسم الله ما شاء الله خلصت. ما بتاخدش حاجة، بتحط لها مية ساقعة وتقلبي. اهم حاجة الليمون والخل. شايفين بقى اللي بتنزل دي كلها بتسيبيها ساعة ليه؟ قبل الغدا، علشان تبدأ المكونات والفيتامينات اللي في الخضرة دي كلها تبدأ تنزل مية السلطة. اهي دي. شايفين الشواية الصغيرين دي مية السلطة اللي انت بتشربيها عند الكبابجي، وبتبقى ريحتها جميلة وبتفتح نفسك على الاكل. اي نوع اكل حضرتك هتعمليه اعملي الطريقة دي، والموضوع ده كله مش هيكلفك 10 جنيه. احلى طبق سلطة. يعني الطبق اللي انا عامله ده ممكن بسم الله ما شاء الله يكفي 10 تنفار. تمام. منها سلطة ومنها مية سلطة اللي هي
سلطة الويسك الحلال بتاعت الكبدة والسمك واي حاجة. يلا بقى، كل اللي علينا هنسيبها لمدة نص ساعة لغاية ما تبدأ تنزل المية بتاعتها، ونعبيها في الكوبايات عادي زي ما انت بتشربيها عند اي واحد كبابجي او بتاع كبدة او اي حاجة. شايفين الجمال والحلاوة؟ بسم الله ما شاء الله. حضرتك هتدوقيها، لو هي عايزة ملح بدل ما تديها ملح اديها ليمونة، يعني لان المية السلطة دي علشان تبقى مززة في بقك لازم تديها ايه؟ ليمون. هي بتحب تعتمد على الليمون والخل. شايفين احنا سيبناها اهي في التلاجة. ادي مية السلطة، هنعبيها بقى في الكوبايات ونقدمها وخلاص كده الحلقة بتاعتنا خلصت. وطبعا هسيب لكم المكونات والمقادير بتاعتها في صندوق الوصف علشان اي بنت عندها 10 سنين تقدر تعمل. ادي ويسك السلطة الحلال او مية السلطة بتاعت الكبدة واللحمة المشوية والكفتة والكباب. عندك بقى كوبايات اهي، بسم الله ما شاء الله اهي. يا رب تكونوا انتوا شايفين احنا بنعمل ايه اهي. بتصفي انتي ادي مية السلطة، بسم الله ما شاء الله. شايفين دي مية السلطة جميلة وحلوة، وبتعبيها في كوبايات من دي وتحطيها مع اي اكل حضرتك بتعمليه. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ دي طريقة عمل مية السلطة بتاعت الكبابجي والحاتي. بسم الله ما شاء الله. شايفين مية السلطة اهي. ادي مية السلطة، دي كوباية مية السلطة. اول ما بتروحي عند الحاتي تعرفيها انها نجحت معاكي. بصي التوابل نزلت تحت اهي، بسم الله ما شاء الله. دي اجمل طريقة تعملي بيها عمل مية السلطة بتاعت الحاتي او الكبابجي او السمك او الجمبري. تعمليها في اي وقت، بس علشان تنجح معاكي الطريقة دي لازم تعمليها قبل الغدا بنص ساعة علشان تنزل البهاريز بتاعت الخضرة والطماطم والبصل والليمون والحاجات دي. ودي اصلا مية السلطة دي مززة، يعني لو مش انت عايزة تاكلي من أكلة معينة، أول ما بتدوقي شفطة منها بتوديكي في عالم تاني. عشان كده الكبابجية أو محلات الكباب والكفتة بيسموها اسمها ويسك السلطة الحلال. تمام كده؟ ويا رب أكون وفقت في الحلقة بتاعتي وأمانة عليك. لو عجبك اعمل لي لايك او قول كلمة طيبة زي ما انا اتعودت منكم يا احلى اصدقاء ليا في الدنيا واحلى متابعين ليا في الدنيا. نقول بقى في رعاية الله وربنا يحفظكم يا اكرم ناس عندي واحلى ناس عندي في الدنيا. يلا بقى، مع السلامة، في رعاية الله.